اذا متابعينا الكرام، المدرب ديال المنتخب السنغالي زلق واحد الزلقه. دار واحد ما كنظنش انها زلت لسان، وانما هو تخلص عليها وخصو يقولها، ولكن هي فضيحه فضيحه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. غادي تسمعوا هنا المدرب ديال المنتخب السنغالي قال لك اودي بان تنظيم الشان في الجزائر، اسمعوني مزيان الله يرضي عليكم. تنظيم الشان في الجزائر، الشان ديال ملفاي، الكار ديال الحباسه، الماء مقطوع، الكهرباء تقطعات والروينه كحله. قال لك اودي احسن من التنظيم ديال الكان في المغرب، كاس افريقيا في المغرب. والله العظيم قالها بالله. انتم اسمعوا. Passera bien. Et le pays hôte en Algérie, ça s'était très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. نعاود لكم اسمعوا. Passera bien. Et le pays hôte en Algérie, ça s'était très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. قال لك اودي بان الشان في الجزائر داز مخير. قال لك الشان يا بالله، الشان ديال ملفاي قال لك داز مخير. الشان ديال الكار ديال الحباسه قال لك داز مخير. قال لك ولكن هنا في المغرب راه الاتحاد السنغالي لكره القدم راه داروا بيان، راه هما اللي قالوا شنو كاين. فهمتوا دابا شكون شرا؟ فهمتوا دابا شكون اللي حرك؟ فهمتوا دابا شكون اللي عطى الفلوس؟ فهمتوا دابا شكون اللي حط الفلوس؟ فهمتوا شكون اللي كان مقهور من التنظيم ديال كاس افريقيا في المغرب؟ فهمتوا شكون اللي مجعور؟ راه قلتها لكم البارح، ولكن ما توقعتش ان المساله غادي تجي من السنغال. ما توقعتش انه غادي يتم شراء الاتحاد السنغالي لكره القدم، وعلى الدوله السنغاليه التدخل، لان ما حدث لن نقبل به. على الدوله السنغاليه ان تتدخل، لان ما حدث لن نقبله. فاش يخرج لك المدرب ديال المنتخب ديال السنغال يقول لك الشان في الجزائر احسن من الكان في المغرب، صافي هنا بان كلشي، الفيلم كامل بان. هنا الفيلم كامل بان، هنا ما بقى ما يتخبى. وانا ديما كنقول لكم بالغباء ديال العدو وهم يفضحون انفسهم. ديما ركزوا في التفاصيل غادي تعرفوا الحقيقه ديال اشنو كاين. ديما ركزوا في التفاصيل غادي تعرفوا الحقيقه. كيفاش الشان في الجزائر؟ سمع عباد الله، ما كانش عندكم سلمى تما في الجزائر. استقبلكم ملفا يا عباد الله، استقبلكم بالكيران ديال الحباسه، وجاي تقول على ان المغرب اللي وفر لكم اوطيلات من الطراز الرفيع، ملاعب تدريب لكل منتخب، كل منتخب عنده ملاعب تدريب ديالو، بنيه تحتيه ولا اروع. وشفنا الانبهار ديال الاوروبيين براسهم. شفتوا الاوروبيين داخوا بحجم البنيه التحتيه. شهر وانتم في طنجه ما سمعناش لكم الحس. شهر علاش؟ كنت في افخم الفنادق في طنجه، عطيناكم احسن ما كاين. ملاعب التدريب ديالكم امور بخير. غير جيتو تبدلوا الان غادي تمشيو من المباراه النهائيه. ظهرت الجزائر من الهي، حطات لكم شي شويه ديال الفلوس، بدلتوا الخطاب. اعتقد هنا بان على الدوله السنغاليه التدخل، لان المساله تسيء لعلاقات البلدين. لا من ناحيه التصريحات ديال المدرب، ولا من ناحيه ديال التصرفات ديال الاتحاد السنغالي لكره القدم. هما باغيين يخلقوا واحد الضغط لصالحهم زعما في المباراه النهائيه، ومشاو تحالفوا مع من تحالف. راه ماشي غير الجزائر، حتى المصريين جعرين. اش هادشي هذا؟ اش هاد الحقد؟ اش هاد الحسد؟ مرضكم المغرب لهذا الدرجه. ما بغيتوش تبلعوها، ما بغيتوش تبلعوا بان المغرب وصل لهذا المستوى العالمي ديال التنظيم. احقا راه فاش وصلنا لاكار لقينا المشجعين ديالنا كيستناونا وما كاينش الامن. والامن كاين، شفناه بالفيديو بالدليل. وشكون اللي علم المشجعين ديالو بان الامن غادي يكون، بان المنتخب غادي يحضر في الساعه الفلانيه؟ هما الاتحاد السنغالي لكره القدم، هما اللي عنوا على الساعه ديال الوصول ديالهم باش يجيو المشجعين السنغاليين يستقبلوهم. وفاش استقبلوهم قال لك لا 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 الخطر. علاش ما قلتوش هادشي هاتوا شوفوا معايا هادشي البارح. مشاو يصلوا صلاه الجمعه مع عباد الله عادي جدا،
من اللاعبين ديال المنتخب السنغالي الان دائما حاضر. لاعبين المنتخب السنغال مشاو يصليو، فسلاو والتقطوا الصور مع المناصرين ديالهم ومشاو في حالتهم في امان الله. علاش البارح ما درتوش بيان؟ علاش البارح ما درتوش بيان؟ باش تعرفوا حجم التناقض وحجم العبث وحجم التخربيق. لكن فاش يخرج هذا يقول لك الشان احسن من راه صافي.